شابتر 4 عندك حاجة اسمها مومنت أباوت أكسس، عزم حول المحور، وفي منه نوعين، نوع اللي أنا جايبه دلوقتي ونوع تاني. ايه الفرق؟ النوع اللي أنا جايبه دلوقتي اللي أنا بستعمل فيه الفورس في مسافة عمودية، واللي أنا بعرفه هستعمله امتى لما ألاقي القوة كلها متحللة، يعني ده ماشي في اتجاه الإكس، ده ماشي في اتجاه الزد، ده ماشي في اتجاه الواي. تمام. أمال التاني بستعمله امتى؟ لما ألاقي القوة في الفراغ، أو هو طالبني أجيبها حوالين محور في الفراغ. التاني ده بتاع الماتريكس مش هشرحه، أنا هشرح ده بتاع قوة في مسافة عمودية، مهم في شابتر 4، مهم أكتر في شابتر 5. تمام. ومبدئيا أنا كل القوة أقدر أجيبها بإيه؟ قاعدة إيد اليمين، يعني كل اللي هعمله تقدر تعمله بقاعدة إيدك اليمين عادي، بس أنا بقول إيه طريقة تانية يعني، ماشي، عشان هي شفتها حلوة وممكن لو فهمتها مرة وظبطت الرسمة متغلطش فيها تاني. أول حاجة تيجي على التلات محاور الأساسيين وترسم 3 مربعات كده، أو 4 خطوط على كل محور كده، وأجي عند محور زد أحط صباعي فوق الإبهام وألف. تمام. وأعمل الأسهم على أساس إيدي كانت بتلف كده أهو، صح؟ يبقى أكيد السهم ده كده أهو، السهم ده كده أهو، أكمل الدايرة بقى يلف حوالين بعض كده أهو، إيدي بتلف كده أهو معاهم. تمام. نيجي هنا نفس الكلام، أحط صباعي على موجب الإكس، إيدي تلف كده أهو كده أهو، يبقى السهم اللي فوق كده ندوراه ندوراه ندوراه، نتأكد أهي كده صوابعي كده بتلف مع الأسهم كلها. تمام. نيجي هنا أحط إيدي كده وأعمل كده، لازم يلف كده اهو، يبقى ده لفوق، ده كده اهو، ده كده اهو، ده كده اهو، كده، ايوه كده بيلفوا صح. تمام. ماشي، دول اتجاهات موجب، يعني دول اتجاهات موجب، اللي هيخالف التلاتة دول هيبقى سالب. ماشي. قبل ما نخش ونجرب، عندي بس معلومة، هجيب مومنت حوالين المحور اكس مثلا، اي قوة بتقطع اكس تلمس اكس في اي نقطة ملهاش مومنت، اعتبره بزيرو. اي قوة باراليل او موازية لاكس اعتبرها بزيرو. طيب ماشي، نبدأ أول حاجة مومنت أباوت إكس، مومنت أباوت زد. نبدأ مومنت أباوت إكس، يبقى همسك محور إكس وأبص عليه. تمام. إيه علاقة الأسهم دي بالرسم؟ أي سهم واقف في الجزء ده، النص ده اللي هو النص الواي الموجب ده، هستعمل السهم ده، اللي هيمشي معاه موجب، اللي هيمشي عكسه سالب. طب أي سهم بقى الناحية التانية هيبقى الموجب بتاعه لتحت، أي سهم لتحت موجب، أي حاجة عكسه سالب. طب اللي فوق الإكس أكسس أي سهم ماشي كده يبقى موجب. تمام. طب واللي تحت الاكس اكسس اي سهم ماشي كده يبقى موجب. تمام. تعال نجرب. اول حاجه مومنت اباوت اكسس عندي تقوى اف واحد، هل اف واحد بتقطع المحور اكس؟ لا، يبقى نجيب لها مومنت. او بارل ليه؟ لا برضه نجيب لها مومنت. اف 60 ماشي كده اهو، هستعمل انهي واحد؟ عندي اتنين، عندي ده اللي هو البارل، عندي واحد كده واحد كده، هستعمل انهي؟ هستعمل اللي فوق، لان دي فين؟ دي فوق الاكس اكسس، لو كانت تحت يبقى هستعمل اللي تحت، بس هي فوق هستعمل اللي فوق. طيب اللي فوق بيقول لي اي حاجه ماشيه كده موجب، هل ده ماشي كده؟ يبقى موجب. يبقى اول حاجه نقول له 60، موجب 60 يعني، مضروبه في المسافه العموديه اف واحد. إيه المسافه العموديه مع اكس اكسس دي؟ شدها شويه هتلاقي دي المسافه العموديه 2، يبقى مضروبه في 2. ماشي، نمسك اف 2. اف 2 بتقطع المحور اكس؟ لا. هل بارل لي؟ لا. طيب هنا اف 2 باين قوي ان هي ايه، هتعتمد السهم ده، لان هي اللي قريبه منه، هي الناحيه دي. تمام. فالسهم بيقولك اي حاجه ننزل تحت موجب، هل ده نازل لتحت؟ يبقى ايه؟ موجب، يبقى موجب 50 زائد 50 مضروب في المسافه العموديه، ده يبعد قد ايه عن الاكس؟ يبعد هذه المسافه اللي هي مقدارها 2 مضروب 2. 60 في 2 120، 120 زائد 100 220. اوكي. مومنت اباوت واي، نمسك نفس الكلام بالنسبه للمحور واي. نمسك ليه ما جبتش اف 3؟ لان اف 3 بارل للاكس، ماشي بارل للاكس، حتى لو بارل عكسه فهي بارل فملهاش مومنت. نيجي هنا مومنت اباوت واي اف واحد، هل هي بتقطع الواي؟ لا. بارل ليه؟ يبقى ملهاش مومنت. اف 2 بتقطع الواي؟ لا. بارل ليه؟ لا، يبقى ليها مومنت. ماشي. اف واي بيقول لك اي سهم من اللي ورا، اي سهم جاي من اللي ورا، تمام، لو طالع لفوق يبقى موجب، اي سهم لو جاي من ورا طالع فوق يبقى موجب، ده ورا صح. هل هو طالع لفوق؟ لا، يبقى سالب، يبقى سالب 50. المسافة العمودية ده يبعد قد ايه؟ يبعد هذه المقدار
اللي هي ب3 ضرب 3. ماشي. ده هل ده يقطع الواي اكسس؟ لا. هل لامس الاكس اكسس الواي اكسس؟ لا. يبقى ايه؟ هل بارل للواي اكسس؟ لا، يبقى ليه مومنت. طيب ده هنا الواي بتقول لك اي سهم فوقيها لو هو ماشي كده اهو يبقى موجب. هل السهم ده ماشي كده اهو؟ لا، يبقى ده سالب. يبقى سالب 40 مضروبة في المسافة العمودية. ده يبعد قد ايه عن الواي؟ يبعد الحتة الصغيرة دي اللي هي ب2. طيب دي اللي هي سالب 80 ودي اللي هي سالب 150 ألا وهو سالب 230. طيب مومنت أباوت زد. نمسك محور زد F1 اللي هي 60. طيب F1 اللي هي 60 لو هل F1 بتقطع زد؟ بص من ده خبطت في الزد يبقى ملهاش مومنت، قطعته. طب F2 هل هي بتقطع زد؟ لا. طب بارل ليه؟ بارل موازية ليه، يبقى ملهاش مومنت، يبقى مش الا المومنت ده. طيب زد بيقول لك اي سهم جاي كده اهو، تمام اهو، اي سهم جاي كده اهو لو ماشي كده يبقى موجب. هل ده ماشي كده؟ لا، ده ماشي العكس يبقى هو سالب، يبقى سالب 40. ده يبقى قد ايه يعني الزد؟ يبقى هذا المقدار اللي هو 2، تمام، اللي هي بسالب 3. وهو ده السؤال. ثانية، مش ده، ثانية اللي فوق. كان فوق ولا كان تحت؟ كان فين؟ هو ده. هو ده، ايوه هو ده الحل بتاعه. 220 سالب 230 سالب 8. 220 سالب 230 سالب 8. يبقى احنا ايه عامة في شابتر 5 بقى، في شابتر 5 ما بيجيبلكش بقى القرف ده، ما بيجيبلكش قوة هناك وقوة هنا وقوة مش عارف ايه. غالبا بيجيبها لي في الربع ده بس، الربع الأولاني اللي طالع، الربع الأولاني واللي طالع. طيب ساعتها بقى بعمل ايه؟ ساعتها عادي برسم المحاور، ها، مش فاهم بس اشتغل ازاي، وبعمل نفس الاتجاهات اللي فوق. يعني دي زد تبقى كده اللون الأحمر، تبقى خط كده، خط كده، دول اللي هعتمدهم. طيب والواي خط كده، الاكس سوري خط كده، والواي كده. غالبا دي اللي بستعملهم في الشابتر 5، ان انا ببقى في الربع ده. فاي سهم مثلا اجيب مومنت حوالين اكس، اي سهم ماشي كده يبقى موجب، اي سهم عكسه يبقى سالب، اي سهم طالع لفوق يبقى موجب، اي سهم نازل لتحت يبقى سالب. طب هنا اي سهم نازل لتحت يبقى موجب، اي سهم ماشي لفوق يبقى موجب. هنا اي سهم ماشي كده يبقى موجب، اي سهم ماشي كده يبقى موجب، عكس اي حاجه من الحاجات دي يبقى سالب. تمام، ده لو انا بتكلم في الربع الاول اللي هو كل الحاجات موجب. هنا عندي دي مش في الربع الاول، دي على زد واي بلين، ودي في الربع التاني اللي هنا، ودي في الربع التالت اللي ورا. فدي كانت رخمة. امال في شابتر 5 بتسهل عليا حاجات كتير، خصوصا ان انا بيبقى عندي نورمال رياكشن كتير وحاجات كتيرة، فبحتاج اجيب المومنت من غير ما اطلع. ممكن امشيها بايدي اليمين، يعني مثلا دي حوالين محور اكس، السهم ده داخل كده، احط صابعي ماشية مع السهم، صابعي بتمشي مع السهم، يبقى انا ايه؟ موجب. يبقى انا ايه؟ موجب. ونفس الكلام في الباقي. بس انا حبيت الطريقة دي لانها يعني اسهل وممكن ما تلخبطكش، وبرضه اكد بايدك اليمين.